دعاء اليوم 21 من شهر رمضان المبارك في سنة 1436 للهجرة النبوية في مكة المكرمة بجوار بيت الله الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بيته في عامنا هذا وفي كل عام في أيام نسك الحج وأيام شهر رمضان وأيام شهر رجب المبارك وبقية الشهور شهور السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا على زيارة بيته مرارا وتكرارا في كل عام، ونحن في أتم الصحة والعافية والسلامة في عقولنا وفي أدياننا وفي ديننا وفي إيماننا وفي عافيتنا وفي أموالنا وفي أهلنا وفي أحبابنا وأصحابنا. يكون الكل بخير وعافية وصحة وسلامة وأمن وأمان بعون الله تبارك وتعالى، وفي أمن البلاد وفي أمن العباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمان ونعمة الإيمان ونعمة الصحة والعافية والسلامة في ديننا وفي نفوسنا وفي قلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا أنت مقلب القلوب والأبصار. لا إله إلا أنت خالق الخلق بلا حاجة فيك إليهم. لا إله إلا أنت مبدع الخلق لا ينقص من ملكك شيء. لا إله إلا أنت باعث من في القبور. لا إله إلا أنت مدبر الأمور. لا إله إلا أنت ديان الدين وجبار الجبابرة. لا إله إلا أنت مجري الماء في الصخرة الصماء. لا إله إلا أنت مجري الماء في النبات. لا إله إلا أنت مكون طعم الثمار. لا إله إلا أنت محصي عدد القطر وما يحمله السحاب. لا إله إلا أنت محصي عدد ما تجري الرياح في الهواء. لا إله إلا أنت محصي ما في البحار من رطب ويابس. لا إله إلا أنت محصي ما يدب في ظلمات البحار وفي أطباق الثرى. أسألك باسمك الذي سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وأسألك بكل اسم سماك به أحد من خلقك من نبي أو صديق أو شهيد أو أحد من ملائكتك، وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، وأسألك بحقك على محمد وأهل بيته صلواتك عليهم وبركاتك، وبحقه الذي أوجبته على نفسك
وأنلتهم به فضلك، أن تصلي على محمد وآل محمد عبدك ورسولك الداعي إليك بإذنك، وسراجك الساطع بين عبادك في أرضك وسمائك، وجعلته رحمة للعالمين ونورا استضاء به المؤمنون، فبشرنا بجزيل ثوابك، وأنذرنا العلي الأليم من عقابك. أشهد أنه جاء بالحق من عند الحق وصدق المرسلين، وأشهد أن الذين كذبوه ذائقوا العذاب الأليم. أسألك يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مولاي يا مولاي يا مولاي، يا مولاي يا مولاي يا مولاي. هذه الغداة أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني من أوفر عبادك وسائليك نصيبا، وأن تمن علي بفكاك رقبتي من النار يا أرحم الراحمين. وأسألك بجميع ما سألتك وما لم أسألك من عظيم جلالك، ما لو علمته لسألتك به، أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تأذنا لفرجي من بفرجي فرج أوليائك وأصفيائك من خلقك، وبه تبيد الظالمين وتهلكهم، وبه تبيد الظالمين وتهلكهم، وأن تأذنا لفرجي من بفرجي فرج أوليائك وأصفيائك من خلقك، وأن تأذنا لفرجي من بفرجه فرج أوليائك وأصفيائك من خلقك، وأن تأذنا لفرجي من بفرجه فرج أوليائك وأصفيائك من خلقك، وبه تبيد الظالمين وتهلكهم، وبه تبيد الظالمين وتهلكهم، وبه تبيد الظالمين وتهلكهم. عجل ذلك يا رب العالمين، وأعطني سؤلي يا ذا الجلال والإكرام في جميع ما سألتك لعاجل الدنيا وآجل الآخرة، يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد. أقلني عثرتي وأقلني بقضاء حوائجي، يا خالقي ويا رازقي ويا باعثي ويا محيي عظامي وهي رميم. صل على محمد وآل محمد واستجب لي دعائي يا أرحم الراحمين.
وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.